بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كتير مننا بيبقى حافظ الباسورد بتاعته على المواقع اللي هو بيتردد عليها دايما، سواء كانت ياهو او كانت فيسبوك او كانت جوجل او تويتر. ايا كان يعني بيبقى حافظ الاي دي بتاعه والباسورد بتاعه، بان هو يحط علامة صح في الكيب ماي ساين ان، اللي هو بيبقى حافظ دايما المعلومات بتاعتك على الجهاز اللي انت بتستخدمه منه. طيب لو جه في يوم ونسينا الباسورد بتاعتنا بتاعت احد الاكونتات المحفوظة على الجهاز، مش فاكر الباسورد هو ايه، نعمل ايه بقى؟ انا اقول لكم على طريقه بسيطه جدا، بحيث ان احنا نستخرج الباسورد دوت ونعرفه ونفتكره، نشوفه بالطبيعه على الجهاز. كل اللي هنعمله هنيجي نحدد اللي هي النقط دي، اللي هي عباره عن الباسورد المخفي اللي احنا مش عارفين نقراه لان هو مجرد نقط، وهندوس عليه كليك يمين وهنختار اخر اوبشن اللي هو انسبكت element. هيظهر لنا القايمة دي او المكان دوت. ده عبارة عن السورس البرمجي للموقع، واللي هيهمنا فيه اللي هو السطر المتظلل بالازرق الخفيف دوت. هنيجي عند الدالة دي بدل كلمة باسورد هنخليها تكست وندوس انتر، ففورا هيغير لنا النقط دي الى الباسورد اللي احنا كاتبينه. فانا هنا كاتب حاجة تجريبية على سبيل الشرح، كأنها الباسورد بتاعي. انت هيظهر لك برضو نفس الكلام دوت، مش نفس الجملة قصدي، انا هيظهر لك هيظهر لك الباسورد بتاعك عبارة عن حروف وارقام زي ما انت كاتبها تماما، وهتبقى قادر ان انت تستعمله. بعد ما تنتهي من العملية دي، انا افضل ان انت تغير كلمة تكست وترجعها لباسورد تاني، علشان لو حد غيرك بيقعد على الجهاز او الكلام ده كله ما يبقاش عارف الخطوة دي، او ما يعرفش الباسورد بتاعك وممكن يستخدمه او حاجة. وبالمناسبة ديت مش حاجة، مش سحر ولا شعوذة ولا أي حاجة غريبة. هو كل اللي احنا بنعمله دي حاجة محفوظة على جهازك انت. يعني هي مش اختراق أو هاكرز أو أي حاجة من الكلام ده خالص، دي حاجة جوه جهازك انت بتستخرجها، هي مش أكتر من كده. بالنسبة انت لو نسيت أي باسورد أو حاجة، انت ممكن تجرب الكلام ده كله في أي أكونت عندك انت حافظه بالطريقة دي، وهتقدر تستخرج منه الباسورد على طول.